مصر أن تهدي كلمة تكريم في حق الأستاذ الكاتب عبد الكريم برشيد. مساء الخير جميعا والسلام عليكم. وحقيقي أنا يعني تلميذ من تلامذة أستاذنا الجليل عبد الكريم برشيد. أنا تعلمت منه الكثير رغم إني لم أراه إلا الآن. ده حقيقي. كمان قريت أبحاث لأستاذنا الجليل الدكتور عبد الكريم برشيد حوالين المسرح الاحتفالي. والأستاذ عبد الكريم برشيد من الناس اللي علموا الوطن العربي جميعا ما هو المسرح الاحتفالي. الكلمات تعجز عن إني أعبر عن مدى سعادتي وأنا أقف أمام هامة وقامة كبيرة عربية في المسرح المغربي والعربي والمصري أيضا، الأستاذ عبد الكريم برشيد. أشكركم جميعا أشكركم وأشكر الدكتور عبد الكريم برشيد وأخويا العم بسيسو، تحية كبيرة ليه. وأشكر الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة، وأشكركم كثيرا. شكرا. مع تحيات فرقة الأرجوز المصري والعرائس. شكرا. تقدر تشتري أي معرفة، تقدر تمتلك أي كتاب، تقدر تبني مدرسة وجامعة وكتاب. يا نهار أبيض. مصر تشتهر بعدد من العرايس الشعبية ضخمة جدا، منها العروسة القماش اللي والدتي أو ستي كانت بتعملها لبنتها، عروسة بتتعمل بطرون كده من القماش وبتتحشي قطن. كمان هنلاقي انه الفاطميين لما جم دخلوا مصر فحبوا يحتفلوا بيهم، فبداوا يعملوا العروسه الحلاوه. عارفين العروسه الحلاوه ولا لا؟ طيب العروسه الحلاوه بتتعمل في مولد النبي، عباره عن قوالب سكر، بتتعمل منها المركب، وكان بيتعمل منها الحصان، كان بيتعمل منها الجمل، كان بيتعمل منها العريس والعروسه، وكان بيتعمل منها العروسه نفسها. اعتقد يعني زي ما شايفين كده. أستاذ محمد كمال، أستاذ محمد عبد الفتاح، أستاذ عادل عبد النبي، أستاذ علاء فتحي. المصري لجمهوره عرضا فنيا مسرحيا لأشهر فرقة كراكيز عربية، عبد الرحيم بن شيخي ومحمد نصيري. أشهر فرقة كراكيز بجمهورية مصر العربية وأقدمها أيضا من الصعيد إلى القاهرة إلى الإسكندرية، قدمت أفضل العروض وأقربها للصغار والكبار، تجربة رائدة أغنت الفرجة الفنية لمسرح الطفل العربي بصفة عامة.
طبعا ده له اثره، يعني اثر في التربيه في التنشئه، لان بيعلم الطفل الفضائل، بيعلمه كيف يميز بين الصح وبين الخطا. تاج المعرفة. الأراجوز المصري كان عنوانا لأفلام مصرية مع ممثلين ومخرجين داع صيتهم، حتى الشعراء ألفوا للأراجوز. فكرة بايخة من أفكارها المجنونة. فن الأراجوز فولكلور مصري قديم جدا، من أهم طرق مخاطبة الأطفال وتعليم الأطفال الأخلاقيات اللي من المفترض أن هم يتربوا عليها. حكايات كثيرة وعجيبة يجب أن ينظر للأراجوز بدهشة الأطفال وأيضا حب استطلاعهم. نحن لحظة الحسم، لحظة توزيع الجوائز. أول جائزة نعم العرض المسرحي المتكامل من حيث النص المسرحي، من حيث اللغة، من حيث الوقوف على الخشبة. إنها مسرحية معروف في بحر الخروج لفرقة القصور للعمل من أشكركم وأشكر الجمهور المغربي وأشكر الجمعية المغربية منال حقوق الطفل والمرأة، وبشكر الطفل الصغير اللي أنا جيت من مصر علشانه، واللي فرقة الأراجوز المصري والعرائس تحملت مشقة الوقت والمسافة علشان تيجي الجديدة وتقدم عروضها في المملكة المغربية، ولن تتأخر انها تقدم عروضها الفنية بكل الجهود العربية لأجل الطفل العربي. تحية بس. شكرا. من مصر